من موقع جبيل القهوة جوب معكم معنا رئيس المجلس الوطني للإعلام الأستاذ عبد الهادي محفوظ. أستاذ عبد الهادي محفوظ، شو بدنا نخبر المشاهدين عن هالمؤتمر اللي عم بيصير هلا ببئر حسن؟ تفضل. أولا هذا المؤتمر يأتي جوابا على سؤال كبير مطروح في الوسط الإعلامي: ما هو مستقبل الإعلام اللبناني؟ ما هو دوره؟ ما هو موقعه؟ أحسن نقيب المحررين الصديق جوزيف الصيفي بالدعوة إلى هذا المؤتمر. أولا، الإعلام اللبناني للأسف تراجع موقعه في العالم العربي. كان إعلاما أولا سواء في المكتوب أو في الإعلام المرئي، أما الآن فهو في المرتبة الرابعة والخامسة، ما يستدعي مراجعة إعلامية لهذا الوضع تحدد ما هو الدور المطلوب تحديدا لاستعادة هذا الموقع الإعلامي. يمتاز لبنان عن غيره من دول المحيط بأنه يحتضن الحرية الإعلامية. إذن أحد أوراق القوة للبنان هي الحرية الإعلامية. هذه الحرية الإعلامية للأسف تم المساس بها عبر تحول بعض الإعلام إلى إعلام زواريب وإعلام طوائفي وإعلام أحياء وما شابه ذلك، ما أفقد موقعه في العالم العربي. عدا عن ذلك أن هناك مشكلة كبيرة تتناول الموارد المالية للإعلام اللبناني. الإعلام المكتوب كان يعيش من توزيع الصحف، يعني من شراء الصحف ومن الإعلان. الآن لا إعلان بالمعنى الحقيقي، لأن الدورة الاقتصادية في لبنان شبه معدمة، ولا أيضا مبيع للصحف. إذن موقع الإعلام المكتوب صعب جدا. الأمر ينسحب أيضا على الإعلام المرئي. الإعلام المرئي مصادره المالية ينبغي في القانون رقم 382 على 94 أن تأتي من مكانين: من الصناعة الدرامية ومن الإعلان. لا صناعة درامية ولا إعلان، إذن كيف يعيش هذا الإعلام المرئي؟ هذا الأمر يفترض أن يكون هناك حضورا للدولة في الإعلام، بأن تحيي المدينة الإعلامية، بأن تفتح المجال لاستثمارات عربية في الإعلام المرئي وفي الإعلام الإلكتروني. الآن الإعلام الناشط والقوي في لبنان هو الإعلام الإلكتروني، كونه يمتاز أيضا من الحرية الإعلامية، يحتاج لرعاية وتنظيم. المجلس الوطني للإعلام يقوم بعملية تنظيم هذه عبر العلم والخبر، وبملاحقة المواقع الإلكترونية التي تشوش أو التي تبث الأخبار الكاذبة أو التي تروج للإشاعات أو التي تسيء للآخر. وقد اتخذنا قرارا بسحب العلم والخبر من المواقع التي تشوش والتي تبث أخبارا كاذبة، وأعطيناها فرصة لتفعيل مواقعها بالاتجاه الصحيح والانضباط وفقا للقانون. استاذ عبد الهادي، بنهايه هاللقاء بدي منك كلمه. نحن بنتابعك دائما عبر موقع جبيل القهوة، لكل مستمعين موقعنا ومشاهدين موقعنا شو بتحب تقول لهم رئيس المجلس الوطني للإعلام؟ تفضل. أولا، أنا أتابع موقع جبيل القهوة، وأتمنى على المواطنين أيضا أن يتابعوا هذا الموقع، لأنه يمتاز بالخبر الصحيح الموثوق والمسنود إلى مصدر موثوق أيضا. وبالتالي هذا الموقع يبتعد عن الطوائفية ويشدد على بناء الدولة وفكرة المواطنة والوطن. أشجع هذا الموقع وأدعو المواقع الأخرى أيضا إلى أن تكون شبيهة به. شكرا لك رئيس المجلس الوطني للإعلام الأستاذ عبد الهادي محفوظ. ميرسي.